احمد عبد الظاهر مهاجم النادي الاهلي، والشناوي يستقبل احمد عبد الظاهر. اول ضربه ترجيحيه احمد عبد الظاهر مهاجم النادي الاهلي، والشناوي في المرمى. احمد عبد الظاهر وينقذ الشناوي. محمد عبد الشافي وشريف اكرامي في المرمى. ماذا سيفعل عبد الشافي وايضا شريف اكرامي؟ محمد عبد الشافي داخل محمد، والتصويبه الرائعه في الضربه الثانيه. شايف وليد سليمان ويستقبل احمد الشناوي. وليد سليمان، ماذا سيقدم لنا وليد سليمان؟ وليد سليمان والتصويبه وتسكن ولا ايه؟ كانت رايحه، انما الشناوي شريف اكرامي وخالد قمر هو اللي هيصوب. خالد لاعب الشرطة السابق ولاعب نادي الزمالك، خالد قمر، ويحط في المرمى خالد قمر لصالح نادي الزمالك. ضربتين، الثالثة من جانب النادي الاهلي. نجيب والشناوي في المرمى. نجيب اخيرا يسجل من جانب النادي الاهلي. احمد سمير مستعجل شوية، لسه بقول لحضراتكم احمد سمير ما خدش وضعيته. باسم علي، والضربة الرابعة للنادي الأهلي، والشناوي في المرمى، وتاخد يد الشناوي وتسكن الشباك. عمر جابر الركلة الرابعة لنادي الزمالك، وفي المرمى شريف إكرامي. هنشوف هل يعيد شريف إكرامي النادي الأهلي للمباراة ولا يؤكد تفوق عمر جابر نادي الزمالك. هنشوف عمر جابر، وفي المرمى شريف إكرامي. عمر وشريف وجها لوجه. عمر جابر ويسجل عمر جابر. الخامسة طبعا سعد الدين سمير سعد والشناوي، وسعد يحفظ للأهلي بقائه في المباراة حتى الآن. ضد من؟ محمد كوفي كان في نقاش بينه وبين حسام حسن قبل أخذ ركلات الترجيح. محمد كوفي بيشوط قوية في ارتفاع عالي. محمد كوفي هنشوف مع بعض هيشوطها ازاي محمد كوفي. وادي الجهاز الفني طارق سليمان ووائل جمعة وجريدو. محمد كوفي وجها لوجه مع شريف إكرامي. يسجل كوفي، يفوز نادي الزمالك، يتصدى شريف، تعود المباراة. وكوفي بقول لحضراتكم بيشوط في ارتفاع عالي دايما. محمد كوفي بيشوطها بره قوي المرة دي. محمد كوفي بشكل غريب. صبر رحيل لاعب الزمالك السابق وجها لوجه مع الشناوي، ويحط حلو قوي صبر رحيل. احمد توفيق على اخذ ركلة الجزاء السادسة بالنسبة لنادي الزمالك. وفي المرمى شريف إكرامي. هل يعادل توفيق النتيجة أم يقتنص شريف إكرامي الفوز للنادي الأهلي وتبقى عقدة الأهلي بالنسبة لنادي الزمالك؟ أحمد توفيق، وفي المرمى شريف إكرامي. أحمد توفيق ماذا سيفعل؟ وخدت يد شريف إكرامي. محمد رزق والشناوي في المرمى، ومش ممكن تعدي من تحت الشناوي، وطبعا بيسجد سجد اللي هيسفر عن ابراهيم صلاح. وفي المرمى شريف إكرامي. ابراهيم صلاح يعود بالزمالك للمباراة. مش ممكن يفوز النادي الاهلي في القائم الايسر كرة ابراهيم صلاح، ويفوز النادي الاهلي بكأس السوبر. بكأس السوبر المصرية 2014، ويوصل للكأس رقم 8 في سجلاته بالنسبة للسوبر المصري. فريق النادي الأهلي، وهذه فرحة كبيرة قوي. كل